السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في آخر حلقة من سلسلة توازن الطاقة الأنثوية. اليوم باش نهضر على موضوع مهم وحساس: الحب الناضج. الحب مش خوف، مش اعتماد، ومش تملك. الحب هو احترام، حرية، ودعم للنمو الشخصي للطرفين. باش نعيش الحب بطريقة واعية لازم نبدأ داخليا، نحب روحنا، نحمي طاقتنا، ونكون واعيات بحاجتنا وحاجات الشريك. الكثير من الناس يغوصوا في العلاقة وينسوا أنفسهم بسبب جراح سابقة من فقدان أو تخلي. هذا الاستغراق ممكن يستنزف الطاقة ويخلي الشخص يكون سبب لألم نفسه. الحل: الحب الذاتي أولا، باش ما ننجرفوش ونحميو طاقتنا. التحدي راهو كبير، مش كل شريك عنده نفس مستوى الوعي بالحب الناضج، ومش دائما نقدروا ما نوقعوش في الشك في أنفسنا أو في تفانينا وحبنا للآخر. التوازن بين العطاء وحماية الذات يحتاج وعي مستمر وممارسة يومية. تخيلي موقف: قلبك يحب ويعطي، وفي نفس الوقت تعرفي حدودك وطاقتك. بدل ما تتسرعي بالرد أو الانفعال، تختاري الحوار الهادئ والصريح. الحب الناضج يظهر في هدوءك، رقتك، وقدرتك على التوازن بين مشاعرك وعقلك. حتى لو ما كان الشريك عنده نفس الوعي، تقدروا تحافظوا على الاحترام والمساحة بدون لوم أو ضغوط. الحب الحقيقي يبدأ داخليا. قبل ما نحب شخص آخر لازم نحب روحنا الأول، نحمي طاقتنا، نكون واعيات بحاجة روحنا. كي نملأ كاس الحب الذاتي نقدر نكون معطاءة بطريقة صافية، واعية ومتوازنة، بلا خوف أو اعتماد. وهذا هو جوهر الحب الناضج: رقة، قوة، احترام ذات، حرية للطرفين. وعي المشاعر لازم يكون عندك هو الأول. قبل ما تردي لاحظي شعورك، ما تستعجليش. لازمك تحبي نفسك أولا وتخلي العطاء يكون بوعي. لازم توازني بين العطاء والأخذ. بدل الانفعال اختاري الحوار، قولي لتحسيه بطريقة هادئة وواضحة، بلا عياط، بلا مشاكل. احترمي حدودك لنفسك وللآخر باش تبني علاقة صحية ومستدامة. تطبيق يومي حنعطيهولك، حاولي ديريه، يمكن يفيدك. جملة ولا تصرف صغير رح يذكرك بالحب الواعي. كل يوم تذكري نفسك باللي انتي تحبي نفسك. رح تقولي أنا نحب ونحترم نفسي، ونعيش الحب بطريقة واعية ومتوازنة. احترامك لنفسك يجلب لك الاحترام من عند الغير. الحب الناضج هو حب وعي، احترام، حماية للطاقة، وحرية. باش اللي يفيض نمدو بلا ما نحس بحاجات. باش نكون معطاءة وناضجة في الحب لازم نعمر كأس الحب الذاتي أولا. باش اللي يفيض نمدوه بدون سلبية أو استنزاف. اليوم خذي معك هذه الافيرماسيون: أنا نحب روحي، محلاني، أنا نثق في روحي، ونخصص لروحي وقت نحب فيه روحي كل يوم. شكرا لحضورك. نلتقي في مشروع جديد قريبا، بودكاست جديد.